أعلن إسلام عبد المجيد وكيل وشقيق حسام عبد المجيد لاعب نادي الزمالك انتقال اللاعب إلى صفوف فريق لودوجوريتس البلغاري بعد العديد من المفاوضات التي دارت بين الطرفين في الساعات الأخيرة. وقال إسلام عبد المجيد في تصريحات خاصة أن اللاعب أتم اتفاقه مع الفريق البلغاري في الفترة الأخيرة ليتم الاستقرار على الانضمام إليهم في الموسم المقبل. وأضاف اللاعب أنهى اتفاقه على الانضمام إلى نادي لودوجوريتس البلغاري بعد موافقة نادي الزمالك على رحيله. وفي السياق ذاته أكد المصدر أن الاتفاق النهائي بين نادي الزمالك ونادي لودوجوريتس البلغاري على احتراف حسام عبد المجيد يأتي مقابل 85 مليون جنيه في عقد مدته 3 مواسم. وأضاف المصدر طلب الزمالك الحصول على امتيازات مالية إضافية نظير مشاركة اللاعب مع الفريق البلغاري، ووافق النادي على شروط نادي الزمالك. وتابع تتمثل الامتيازات في حصول الزمالك على 250 ألف يورو نظير مشاركة النادي في المنافسات الأوروبية، تصل إلى 300 ألف يورو حال التأهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. وأكمل المصدر في تصريحاته سيحصل الزمالك على 20% من قيمة إعادة بيع اللاعب مستقبلا، بشرط أن يتجاوز العرض المقدم للنادي 4 ملايين يورو. وأتم المصدر بالتأكيد على أن حسام عبد المجيد رفض فكرة الاحتراف في الخليج، رغم أنها كانت رغبة مسؤول الزمالك للحصول على مقابل مادي أكبر، في ظل تمسك اللاعب بالاحتراف في أوروبا.